السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم معسلات رمضان كيجيو لذاذ بزاف ورائعين. عندي هنايا الزنجلان والدقيق والمقادير الاخرى غادي نمشي معكم دقه دقه. هنايا عندي 2 كيسان ديال الدقيق ما يعادل 250 غرام ديال الدقيق وكاس ديال الزنجلان. هنا كنغربل الدقيق ديالي ضروري نغربلوه وغادي ندير معاه 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوه كنضيفها للدقيق، ومن بعد غادي نضيف معلقه كبيره ديال النافع وحبه حلاوه، نص معلقه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نضيف كاس ديال الزنجلان اللي هو ما محمرش، زنجلان عادي غير منقي وما محمرش. كنضيفو للدقيق، كنحرك مزيان النواشف حتى كينسجموا مع بعضياتهم. بالنسبه للكميه ديال الزنجلان 125 غرام ديال الزنجلان. صافي هنايا غادي نضيف معلقه كبيره ديال الزبده مذوبه، وغادي نضيف 2 معالق ديال زيت العاديه. انا عبرت معكم هكا بمعلقه. غادي نضيف معلقه ديال الزهر، الا كنتو كيعجبكم المذاق ديال الزهر تقدروا تعجنوا به هاد التحليه كامله. هنايا كندير معلقه صغيره ديال الخل، وغادي نجمع هاد العجين ديالي غادي نجمعو بالماء. صافي بالنسبه للعجين كنبقى كنعجن فيها هكايا، ما كندلكوهاش، غير نجمعوها باش يتجمع لينا داك الدقيق ما يبقاش. بالنسبه للعجين ما تجيش رطبه، تجي هكايا شويه قاصحه، ماشي قاصحه بزاف ولكن ما تكونش رطبه باش منين نبغيو نخدموها ما تسيحش لينا، تجي شاده راسها. صافي هنايا غادي نستمر هكا في العجين ديال هاد الحلوه هادي حتى كنجمع داك الكميه ديال الدقيق اللي عندي مع الزنجلان. كنستمر في العجين كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد الكميه راه كتخرج كميه لا باس بها صراحه، تقريبا كيلو ونص ديال اللي خرجت ليا ديال الحلوه. هنا من بعد ما كملت جمعت العجين ديالي وخليته يرتاح، قسمته هكا 2 ديال القطع وخليته في واحد البلاستيكه باش كيرتاح. دابا غادي نطلقوا العجين ديالنا، غادي نسرحوه بالمدلك بحال كما كنخدموا الشباكيه، غير هذه ما كنشبكو ما كنلويوه كتسرحوها وتخدموها عاديه دغيا مسربيه. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش تشباك فهاد الطريقه سهله وبسيطه. هنايا كنرققوا العجين ديالنا ما امكن، ضروري نرققوه كيكون السمك ديالو على هذا الشكل. وهنا عندي هاد 2 قطعات، بغيت نجرب ديك القطعه الصغيره ساعه ما جاتنيش، ما جانيش القياس اللي بغيت، ومن بعد درت غير هاد القطعه هذه اللي كبيره. صافي كنقطع العجين ديالي على هذا الشكل، هذا شكل دوائر. صافي غادي نستمر هكايا حتى كنكمل داك العجين ديالي بالتقطاع. طريقه دغيا كتسربي وكتجي لذيذه بزاف وبنينه بالنسبه للناس اللي كيبغيو هاد المحليات ديال رمضان، غيدخلوا علينا بالخير والتيسير والرزق والصحه. صافي هنا كنجمع ديك العجينه اللي شايطه، من بعد ما كنقطع دوك الدوائر كامله كنحيد ديك الفائض ديال العجينه وما كنجمعهاش كوره، كنطويها بحال كنطويها هكايا وكنديرها في بلاستيكه باش ما تكرمش لينا. ضروري تغطيوها بالبلاستيك باش ما تكرمش ليكم وتولي دير ديك القشره وتجيكم صعيبه في الخدمه. صافي هنايا من بعد ما جمعت هذيك العجين اللي شاطت كناخذ هاد الدائره هذه ديال العجينه كنطويها، ما كنوصلهاش حتى للراس ديال الطويه، ما كنديرهاش على النص، تقريبا كندير واحد الربع ديال الثنيه ديالها بهذا الشكل هذا، كنخلي 1 سنتيم ما بينها وبين الجهه العليا. صافي وكنقرص في الجنب هكا باش ما تحلش لينا العجينه في الزيت منين نكونوا كنقليوها. هنايا كنقرصها مزيان كما كتشوفوا، كنحل هذيك الطويه الفوقانيه كنحلها واحد شويه. فكما كتلاحظوا في الفيديو راه الفيديو شارح راسو بهذا الشكل هذا. صافي وكنتحصلوا على هذيك الشكل بحال شي وريضه.
كنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل العجين ديالي كامل بهذا الشكل هذا. كتجي دغيا دغيا كتسربي، ما كتشدش الوقت بزاف صراحه، مسربيه دغيا. صافي هنايا كما قلت لكم كنستمر هكايا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله ديال العجين. وهنايا الكره الثانيه كذلك غادي نسرحها وغادي نقطعها بنفس الطريقه اللي درت مع العجينه الاولى. كان ضروري نسرحوها حتى كنرققوها مزيان، ما كنخليوهاش ما تجيش غليظه كما كتشوفوا. صافي هنايا بنفس الطريقه كنعاود نقطع العجين ديالي بهذا الشكل هذا، كنقطع دوائر صافي حتى كنكمل العجين ديالي كما قلت لكم. كنستمر بنفس الكيفيه، ودائما كنجمعوا دوك الاطراف ما كنخليوهمش هكا محطوطين فوق البوطاجي، ضروري كنديروهم في واحد البلاستيك باش ما كيقساحوش لينا. صافي وكنعاودوا نسرحوهم مره اخرى من بعد ما كنكملوا هاد الدوائر هادو. كنعاودوا نسرحوا نفس العجين، كنطلقوها بنفس الطريقه وحتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله ديال العجينه ديالنا. غادي نخليكم مع الفيديو. صافي هنايا كما قلت لكم كنحاول انني نجمع هاد الحلوه هادي، كنجمعها هكايا بهذا الشكل هذا وكنستمر هكايا حتى كنكمل. ومني كنكملوا كنحطهم في هذا المول هذا ونخليهم حتى كينشفوا تقريبا واحد ساعه هكاك. مني كينشفوا مزيان كنجيبوا الزيت كنديرو هكا تسخن، ومن بعد كنخليوها مني كتسخن الزيت كنقص النار وكنبقى كنقلي في المعسلات ديالي بهذا الشكل هذا. بالنسبه للعسل انا خديت العسل طبيعي، ما صايبتش العسل ديال الدار، خديته جاهز. فبالنسبه لهاد المعسلات الا كثرتوا منهم وبغيتوا تحتفظوا عليهم وتحتفظوا بهم في الدار باش ما ينشفوش لكم وما يبش فيهم داك العسل، مع المده كينشفوا. اول ما تصايبوهم يكونوا باقيين سخان، غير يبردوا من ديك الحراره ديال الطياب ديالهم. كديرهم في بواطات وكديرهم في المجمد، ما كيوقع لهم حتى شي حاجه، كيبقاو كما هما. اولا كاينه طريقه اخرى مثلا ما تقليوش كلشي، غتقليو غير النص اللي غتستهلكوا في واحد المده اللي هي قصيره، مثلا اسبوع اولا 2 ديال الاسابيع. ومن بعد كتقليو كديروا الكميه الاخرى كتكون ما مقلياش، غير كتجمدوها وتخليوها في المجمد. وقت ما كتحتاجوا للشباكيه اولا المحليات بحال هكا كتجبدوها وكتقليوها وكتعسلوها في البلاصه. كتبقى حتى هي طريقه رائعه بزاف، وكيبقى كتحتفظوا على الحلوه ديالكم. كتبقى ما كتوقع ليها حتى شي حاجه، ما كتنشف ما والو. وقت ما بغيتوها كتجبدوا الكميه اللي بغيتو وكتقليوها وكديروها كتستهلكوها بصحه وراحه. بالنسبه للتحليه ديالي اللي قليتها كنديرها في الزيت، اللي قليتها عفوا كنديرها في العسل ونخليها حتى كتشرب داك العسل مزيان على ما تقلى ليا ديك المقله الثانيه. ومن بعد غادي نحيد هذيك الكميه الاولى اللي درت في العسل ونعاود ندير الكميه الثانيه اللي غادي نحيد من الزيت ونديرها في العسل حتى باش تعسل. فانا ما درتش كميه كبيره. بالنسبه للناس اللي عندهم كميه كبيره بغاو يديروا هذه الطريقه اللي قلت لكم تحتفظوا بها في المجمد، راها كتبقى طريه وما كتيبش نهائيا وما كتخسرش. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. بالنسبه لهذه المعسله هذه حتى هي كتجي بنينه بزاف. انا راه ما درتش كميه كبيره لان انا درت العام اللي فات درت كميه كبيره، ولكن درت ليها الطريقه اللي قلت لكم في المجمد. كتبقى ما كتخسرش نهائيا، كتبقى بحال يلاه وجدتيها. بالنسبه للمعسله ديالي كنستمر كما قلت لكم هكايا، اللي طيبتها كنعسلها ومن بعد كتشرب العسل كنديرها في واحد الشبكه باش كتحيد داك الفائض ديال العسل. ومن بعد ما كنكمل المعسله ديالي
كتجي بهذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. الا عجبكم ما تنساونيش بلي لايك ديالكم والبارطاج مع العائله والاصدقاء. والا كنتوا اول مره غتشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. مع السلامه.